لها في عينيها، وتممنا الجواز على هذا الأساس. بدايات جوازي كانت الدنيا كويسة جدا، بس بعدها بسنتين بدأت المشاكل بين أمي ومراتي. وأنا وحيد أمي زي ما قلت، وعندي أختين بس هما متجوزين في محافظة تانية اللي احنا كنا أصلا عايشين فيها. والمشاكل بين أمي ومراتي كانت على كلام فاضي، وكنت براضيها وطيب خاطرها. بس مراتي كبرت الموضوع في المرة الأخيرة وغضبت وراحت بيت أهلها. فأمي كانت زعلانة عليا جدا، واقترحت عليا إني أوديها دار رعاية، دار مسنين يعني، بس حاجة كده 5 نجوم. هي اللي قالت لي عليها، وقالت لي إنها كانت بتدور، وهناك هتلاقي لها الراحة والأصحاب وفي نشاطات وعندهم تمريض ورعاية كاملة. أنا كنت رافض الفكرة في البداية، بس كل ما زادت المشاكل وأمي تتعب وتفضل تقولي وديني أو أنا هروح لوحدي من غير ما أقولك، بدأت أقتنع بالفكرة إنها راحة ليها، لأن وصلت المشاكل بينها وبين مراتي للتطاول بالألفاظ بينهم. وبالفعل وديتها للدور، وكنت بقول علشان استريح لأني فعلا تعبت، وعيالي كمان تعبوا، وتعبت من خدمتها وما بقتش سهلة زي الأول، وتعب لزوجتي أكتر من زمان. هي دلوقتي هناك، وأنا كنت بزورها وحسسها كأنها عايشة معانا في البيت. لكن المشكلة اللي ظهرت إني ما بقتش قادر أوازن بين شغلي وعيالي وزوجتي وأمي. يومي كله بيروح، وقعدت فترة ما رحتش زرتها. وبعدين قررت إني أروح أزور أمي، بس لقيتها هي رافضة تشوفني رغم إني كلمتها واعتذرت لها قبل ما أروح. ولما دخلت الدور الأمن منعوني من زيارتها خوفا على صحتها، لأن هي مش عاوزاني، والكلام ده من شهر. مش عايزاني ورافضة تشوفني ورافضة تتكلم معايا. دلوقتي عرفت إنها مريضة ومش عارف أشوفها. هي رافضة تماما إنها تشوفني. واخواتي البنات مش بيردوا عليا، ولا هم ولا أزواجهم. إن جيتوا للصراحة أنا معرفش أصلا هم هنا ولا لأ، ويعرفوا إن أمي تعبانة ولا لأ. ومش عاوز أطلق مراتي مع إنها هي سبب المشاكل، ولإني أصلا بحبها، وعلشان عندي عيال مش عايزهم يتبهدلوا ويتمرمطوا ويتظلموا في المشاكل اللي بيني وبين أمي وبين مراتي. والله ما عارف أعمل إيه، وكل يوم أجازة ببقى نفسي أروح أشوفها، بس خوفا عليها ومنعا للمشاكل بقعد مكاني وما بقدرش أتحرك وما بروحش ولا باجي. ومش عارف أتصرف إزاي، مش عارف أراضي أمي ولا راضي مراتي. ولو طلقت مراتي عيالي هيعملوا إيه؟ أكيد هيتبهدلوا، وأكيد أنا كمان هتعب في حياتي لأني بحبها، وفي نفس الوقت عايزة أراضي أمي بس مش عارف أراضيها إزاي. عايزة أقولك إن بعد التعب والشقة والألم في تربيتك، وإنها تعمل منك سند ليها وعكاز في الدنيا، وفي الآخر قمت انت برد المعروف ليها ورحت سايبها، ونسيت قول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ونسيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أهملت وصية الخالق عز وجل عشان زوجتك. تفتكر أمك لو راحت منك ممكن تتعوض؟ أحب أقولك اطمن، بكرة ولادك يكبروا ويعملوا فيك زي ما عملت في أمك بالظبط، وانت ابنها الوحيد. أنا مش هقولك غير إنك حاول تراجع نفسك وتراجع حساباتك قبل فوات الأوان. روح لها وخد معاك حد من إخواتك يتوسط لك عندها علشان تسامحك، وادعي ربنا ليل ونهار وصلي لربنا إنها ترضى تسامحك، لأن اللي انت عملته يعني غلط لا يغتفر. يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك 3 مرات، ثم أبوك. ليه ما قالش أبوك الأول؟ ليه ربنا جعل الجنة تحت أقدام الأمهات؟ اللي انت بتعمله ده ملوش غير اسم واحد، اللي هو عقوق الوالدين. اشتريت مراتك وبعت أمك. تفتكر في يوم من الأيام ولادك هيشتروك؟ راجع نفسك وراجع حساباتك قبل فوات الأوان، عشان ربنا يغفر لك ويعدي لك أيامك
وولادك يبقوا بارين بيك. اعمل المستحيل، روح مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين ومليون. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك، لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.